السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو هيتكلم عن هريسة الشطة. هريسة الشطة دي من الحاجات اللي اي بيت ما يقدرش يستغنى عنها، لان استخداماتها كتير جدا. لما بتعملي بتنجان مخلل بتستخدمي فيه مثلا معلقة ولا حاجة، بتدخليها في المحاشي، بتدخليها في الخضار. الناس اللي بتحب الاكل سبايسي شوية بتستخدم الهريسة فيه. حاجات كتير جدا. وبرضه الشطه يا جماعه مفيده، مش معنى ان هي سبايسي ما بتبقاش مفيده، لا مفيده للجسم جدا. بس بنستخدمها بكميات معقوله يعني. فالنهارده ان شاء الله انا جايبه حوالي كيلو شطه. يعني انا عايزه اعمل برطمان بس كده يبقى عندي. لو انت عايزه تعملي كميه اكبر بقى تعيش معاكي السنه كلها، ممكن تجيبي لك 7 8 10 كيلو وبتخزنيهم بقى في الفريزر، وبتخلي بس برطمان واحد تحت ايديكي في الثلاجه بتستخدميه. طبعا تخلي بالك في الاول. اولا لما تيجي تجيبي الشطه الحمراء بالذات بتنقيها يعني ناشفه جدا، بحيث ان هي بتطرى بسرعه جدا الشطه دي وبتخسر بسرعه. فنقيها صفحه وجميله كده علشان تعيش معاكي. طبعا احنا بنجيب الشطه وبنغسلها كويس جدا، يعني كل شطايه كده لوحدها تحت الحنفيه لغايه ما بنخلص الكميه كلها، وبننقعها برده في شويه خل، وبعدين نقوم شاطفينها بعد كده. فعشان كده الشطه بتبقى شكلها جميل ونظيفه وخاليه من اي ميكروبات يعني. فدلوقتي بقى يا جماعه طبعا لازم تكوني لابسه جوانتي، علشان الشطه برضو بتعمل حرقان في الايدين وكده. فعلشان كده انا ما بحبش استخدم السكينه فيها، لان السكينه هتلمسي برضو الشطه بايديك. لكن هو احسن طريقه لتقطيع الشطه بالمقص. فطبعا احنا هنقطع كده قدامكم 2 ولا حاجة، وايه عشان تشوفوا طريقة التقطيع. هي اسهل طريقة اللي هي بالمقص. وطبعا بعد كده بقى هنستخدم الكبة في الضرب يعني. بس هنكمل بقى الشطة كلها ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي احنا قطعنا الشطة اهي زي ما انتم شايفين، يعني حتت صغننة كده. يعني ايه حتت على قد الكبه تدخل في الكبه يعني، لان انا الكبه اللي عندي مش كبيره. فهبدا بقى ايه اضرب كله يعني شويات شويات كده، وما تضربيش جامد يعني، خليها اجزاء صغيره كده مش مهروسه يعني. وما تحطيش ملح اثناء الضرب، لان لو حطيتي ملح اثناء الضرب الهريسه هتنزل ميه واحنا مش عايزين كده. فايه احنا ان شاء الله مش هنحط ملح، وهنضربها جزء جزء كده. فخليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى يا جماعه ضرب، زي ما قلت لكم ما تضربوش جامد، تضربوا كده ايه شويه وقفوا شويه وقفوا. دلوقتي يا حبايبي احنا فرمنا الشطه كلها اهي، بنفرمها بالبذر بتاعها يعني، ما تخليش البذر ولا حاجه. وما حطيناش عليها لغايه دلوقتي ولا نقطه ملح. بس خلوا بالكم اللي عنده حساسيه يا جماعه يلبس كمامه، لان هي يعني ريحتها نفاذه وهي في الضرب يعني. دلوقتي بقى احنا هنحط على الكميه دي كل كيلو على فكره احنا بنحط معلقتين ملح، معلقتين حلوين كبار يعني، عشان يبقوا ايه ماده حفظ هنقلب بقى الشطه كده كويس. دلوقتي بعد ما قلبنا الملح حطينا على كل كيلو معلقتين ملح. بس خلوا بالكم بقى لما تحطوه في اي حاجه تانية، خلوا بالكم من ان انتوا حاطين في الشطه كمان ملح يعني، فما تزودوش الملح قوي في الحاجه اللي هتطبخوها يعني. دلوقتي بقى يا جماعه انا محضره برطمان يكون معقم. لو عندك غساله اطباق عقميه في الغساله او على البوتاجاز او باي طريقه تعقيم يعني، ويبقى ناشف جدا. دلوقتي هنحط احنا مش هنقلب الزيت جواه، احنا هنحط شويه زيت تحت كده في البرطمان من تحت، وبعدين نملى البرطمان. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت بقى الشطه كلها اللي عندي في البرطمان. طبعا انا حاطه الاول شويه زيت، وبعدين كملت عليه الشطه، ودلوقتي هقفله بقى بشويه زيت من فوق، يعني شويه زيت حلوين كده يغطوه من فوق. بس هو كده خلاص الشطه انتهت.
هريسة الشطة انتهت. ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا، واستخدموها في اكلكم كله لو انتوا بتحبوا الاكل يبقى سبايسي. وان شاء الله بقى يعني يا ريت تشتركوا في القناة وعلشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.